مستقبل جابس سكر المنافذ الكل أمام هجوم الترجي اللي كان يخسر المباراة لولا زوج ضربات جزاء. الترجي حاول بجميع الطرق أنه يوصل منطقة الجزاء، لكن دفاع جابس كان حاضر تقريبا في الكرات الكل. خلينا نشوفوا شنية كان ينقص الترجي في المباراة هذه باش يصنع الفارق وينجح في التهديف. كل هذا باش نحكيو عليه وبأكثر تفاصيل بالتكتيكال بورد وأيضا بتقنية تحليل الفيديو. معكم الكوتش أحمد وهذه حلقة جديدة في تحليل المباريات. ما تنساش باش تشترك في القناة وشكرا. لما تلعب ضد فريق كيما جابس اللي يلعب ببلوك با 5-4-1 وفي أغلب الأحيان 6-3-1، فريق يرفض اللعب لأنه يبحث دائما عن العودة بنقطة أو لما لا الفوز. عندك 5 حلول تكتيكيا يلزمك تطبقهم في المباراة هذه وتحاول تستغل واحدة منهم باش تعمل الفارق، لأنه في مباريات كيما هذم اللي ديتاي صغار هما اللي يعملوا الفارق. باش نحكيو على سوليوشن تكتيك بالوحدة ونشوفوا هل طبقهم الترجي في المباراة هذه وإلا لا. نبدأ بتشكيلة الترجي اللي نزل للميدان بال4-2-3-1. ماهر الكنزاري كان عارف انه باش يلقى قدامه فريق مسكر كل شيء، هذاك علاش لعب بنفس تكتيك بنجردين وعمل تغيير وحيد في الهجوم. التشكيلة شفنا جلاسي وغنيشي زوز مدافعين، كايتا والليفي على اليمين وعلى اليسار. بالنسبة لأقبلو وتقال الحقيقة إذا كان الترجي يحب يطلع النيفو في وسط الميدان يزم يلقى بديل لتقاء اللي ما تنجمش تلعب فراري في الوسط وتحط بحذاه فيات أونو. صحيح تقا جينيرو بلغة الكرة وتلقاه بارتو، لكن الكرة تطورت ولت تلعب بالعقل. باش نوريكم زوز وضعيات باش تفهموا شنية نحب نوصل لكم. لأن أقبلو يمرر الكرة لتقاء اللي كان وحده على أساس باش يعمل كنترول أوريونتي ويمشي للجهة المقابلة، وإن كانوا زوز لاعبين من الترجي وحدهم لكن رجع الكرة للدفاع وهكم لاعبية جابس يتمركزوا في الدفاع من جديد. نشوفوا الحالة هذه ونشوفوا الرياكسيون تاع الكنزاري في آخر العملية. لأن تقا يستلم الكرة أمامه كايتا جاهز باش يطلب الكرة في العمق على اليمين، الكنزاري يطلب من تقا إنه يلعب الكرة الكايتا، لكن تقا يفضل انه يلعب الكرة في الجهة المقابلة من غير حتى مبرر. ونشوفوا الرياكسيون تاع الكنزاري في اخر اللقطة. اغلب المباراة كانت الكرة عند الترجي لان أقبلو كانت مهمته يهز الكرة من اليمين لليسار، بينما تقا والجبالي يدخلوا الانصاف المساحات. ونشوفنا ايضا الليفي على الجهة اليسار. الترجي كان حر في الخروج بالكرة، ما شفناش ضغط كبير من هجوم جابس اللي كان يستنى الترجي في 90% من المباراة في مناطقه ثم يلعب على التحولات الهجومية السريعة وين كان اختير جدا. الحل الأول اللي اعتمده الترجي هو أنه خلق كثافة عددية على خط دفاع جابس اللي كان متكون من 6 لاعبين، لكن ما كانش فما شكون يقادر يعمل تمريرات في العمق ورد دفاع، وزيد المسافة كانت تقريبا ما بين المدافعين وحارس المرمى. هذاك علاش الترجي ما نجحش في الخطة هذه. الترجي أيضا حاول القيام بالتمريرات ما بين الخطوط واللي كان شبه مستحيل، لأنه مستقبل جابس الخطوط متاعه كانت الكلها قريبة لبعضها وما كانتش فما مساحات، وهذا اللي خلى الترجي يتعدى للحل الثاني اللي جاب برشا خطر. التكتيك هذا يتسمى overload to isolate، يتمثل في انك تخلق زيادة عددية على جانب معين من الملعب وهكا يبقى عندك الجناح في الجانب المقابل وحده. وهذه الطريقة اللي كانت ناجحة مع الترجي وقت كان البليلي موجود في الترجي وجابت العديد من الأهداف. في 3 مرات اللي لعب فيهم الترجي بالطريقة هذه خلق الخطر وجاب ضربة جزاء. لكن نشوفوا لأن الترجي كيفاش يعمل اوفرلود في الجهة اليمين ومن بعد يستغل تواجد الضوء وحده ويبدل اتجاه اللعب بتمريرة طويلة للجبالي. لكن كالعادة ديما نرجعوا للكواليتي متاع اللاعبين، كواليتي متاع الكنترول اللي يلزم يكون اوريونتيه في اتجاه المرمى ودقة التمريرة. هذم الكل عوامل يخليوا الخطة تنجح وإلا ما تنجحش. الحل الثالث كان في الاعتماد على المثلثات في الأطراف، وين شفنا كومبينيزون ما بين دانو الليفي والجبالي، وعلى الجهة اليسرى ما بين كايتا وساس وتقا وساعات الجبالي. شفنا زيادة روتاسيون ما بين 3 لاعبين هذم، لكن ما جابتش نتائج كبيرة لأنه الكرة لما توصل الكايتا وإلا الليفي صحيح كانوا يتحركوا كثيرا خلف المدافعين وتوصل لهم الكرة، لكن الحقيقة التوزيعات ما كانتش دقيقة. إلا في بعض الأحيان شفنا 1-2 ما بين ساس وجبالي اللي كانت فرصة متاع هدف وضاعت بطريقة غريبة. الحل الرابع كان في استغلال أنصاف المساحات عن طريق تمريرات
مسارات قصيرة والسرعة في طلب الكرة خلف المدافعين، اللي يعتبر سلاح خطير يخليك تدخل منطقة الجزاء عن طريق لمستين. لكن يلزم لاعبية تعرف تعمل كنترول اورينتي بخارج الرجل في العمليتين اللي باش نشوفوهم. الأولى ينساس كنترول كان غلط وفقد الكرة، واللي في كنترول زيادة كان غلط وفقد أيضا الكرة. والمرة الثالثة شفنا توزيعة غلطة من كايتا. شفنا أيضا الترجي في الترانزيسيون بوزيتيف عندما يسترجع الكرة يبحث دائما على المهاجم في العمق. الحقيقة الأفكار موجودين لكن التطبيق على الميدان ناقص برشا، وأيضا تحس اللاعبين ناقصين أبليكاسيون في التمارين. يلزم ماهر الكنزاري يخدم أكثر على الحاجات هذم في التمارين، خاطر أغلب المباريات الفرق باش تسكر اللعب كما صار ضد جابس. كان عجبتكم طريقة التحليل هذه ما تنسوش باش تعمل فولو وخليولي في التعليقات المباراة اللي تستحق نقوم تحليلها الأسبوع القادم.